حقيقي أنا جربت سماعات كتيرة جدا، ولكن السماعة دي بالمميزات والإمكانيات الجامدة جدا اللي موجودة فيها وسعرها الأكتر من رائع أجبرتني إن أنا أعمل فيديو طويل مخصوص علشان أوضح لكم كل المميزات والإمكانيات بتاعتها وأنتوا احكموا بنفسكم. وعلشان كده أنا بنصحك إن أنت تكمل الفيديو للآخر وما تفوتش أي نقطة فيه، لأن حرفيا كل كلمة في الفيديو ده مهمة. وده لأن جاي أنقل لك التجربة بتاعت استخدامي للسماعة دي بعد أسبوعين متواصلين من الاستخدام. فما تنساش إن أنت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي جديد. ويلا ندخل في الموضوع على طول. اول حاجه التصميم بتاع السماعه دي شيك جدا وفخم جدا، وبالنسبه لان سعر السماعه دي يعتبر مميز جدا بالنسبه للامكانيات اللي موجوده فيها، الا ان كل ده ما اثرش على التصميم، والسماعه جايه بتصميم خرافي والوان عصريه جدا، هي اللون الابيض واللون الاسود واللون الارجواني. وعلى فكره البصمات بتاعتك مش بتعلم بسهوله في السماعه دي، فتقدر ان انت تستخدمها بكل اريحيه ومش هتحتاج ان انت كل شويه تمسحها. اما بالنسبه للوزن بتاع السماعه دي فوزنها خفيف حوالي 34 جرام السماعه بالكيس بتاعتها، ولكن السماعه لوحدها وزنها خفيف جدا حوالي 5.4 جرام بس. وده هيفيدك على فكره في ان انت لو بتستخدم السماعه وبتلبسها لفترات طويله فانت مش هتحس باي ضغط ولا اي مشكله ان انت تلبسها لفترات طويله ومش هتاثر على ودانك. وحقيقي برافو بجد يا جماعه اللي صمم السماعه دي، لان هي بتفيد بشكل قوي جدا في ودانك ومش بتقع منها مهما حصل. فلو انت مثلا بتستخدم السماعه دي وانت في الجيم وبتلعب رياضه مثلا، فالسماعه دي مش هتقع مهما حاولت ان انت توقعها. فما تقلقش لو انت لابسها مثلا في المواصلات او انت ماشي في الشارع او انت بتلعب رياضه او انت بتجري، حتى السماعه دي هتثبت في ودانك ومش هتقع منها. وده طبعا بغض النظر عن ان هي اصلا مريحه في اللبس. والشحن بتاع السماعه دي بقى حكايه، السماعه دي بتقعد معاك 35 ساعه استخدام لو هي مشحونه بالكامل. وحتى لو السماعه خلصت شحن وانت كنت عايز تشحنها على السريع، في 10 دقايق بس شحن هتديك 4 ساعات استخدام متواصل. بصراحة مفيش أجمل من كده. دي كمان بتيجي بمعيار IP54 والمقاوم لنقاط المية والتراب. يعني السماعة دي مثلا لو جه عليها طرطشة مية أو أنت ماشي في الشارع جه عليها تراب، فما تقلقش خالص مش هيحصل لها أي حاجة. ولكن الكلام ده على السماعات بس، ولكن الكيس خلي بالك ان ما يجيش عليها ميه. اما بالنسبه بقى لعزل الضوضاء في السماعه دي فهو حرفيا عزل اسطوري. اول ما هتلبس السماعه فانت حرفيا هتنعزل تماما عن البيئه اللي حواليك ومش هتسمع اي حاجه خالص. وكمان الصوت بتاع السماعه دي قوي جدا، يعني لو انت بتسمع اي ملف صوتي مش هتعاني معاه تماما، وده لان الصوت اقوى من قبل كده بكتير جدا، واللي بيتراوح ما بين 14 هرتز لحد 40 هرتز. وبصراحه برضو من الحاجات المميزه جدا للسماعه دي هو التطبيق اللي بيجي معاها من شركه هواوي، واللي هو هواوي AI لايف، واللي بيديك الامكانيه ان انت تتحكم حرفيا في كل حاجه في السماعه دي، من اول ان انت تعرف نسبه الشحن بتاعه البطاريه بتاعه كل سماعه ونسبه الشحن بتاعه الكيس علشان تعرف امتى هي محتاجه شحن ولا لا. ده غير كمان انه بيخليك تقدر تتحكم في عزل الضوضاء وحدته او قوته، فتقدر مثلا ان انت تخليه يعزلك تماما عن البيئه بحيث ان مفيش اي اصوات من البيئه اللي حواليك يدخل لك تماما. وده هيكون مفيد مثلا لو انت في مكان وعايز تذاكر والمكان ده دوشه شويه، هتقدر ان انت تشغل العزل التام ده وهيعزلك مش هتسمع اي حاجه حواليك خالص. او ممكن ان انت تخليه ادابتيف بحيث مثلا لو انت ماشي في الشارع يدخلك اصوات معينه من البيئه اللي حواليك، وده علشان امانك طبعا. ده غير كمان ان انت عن طريق التطبيق تقدر ان انت تتحكم في جوده الصوت بتاع السماعه وفي البيز بتاعها. وكمان في ميزه بتخليك تقدر ان انت تلاقي السماعه لو ضاعت منك، وده عن طريق الصوت اللي بيطلع منها واللي هيخليك توصل للمكان بتاعها بالظبط. وطبعا السماعه بتيجي بشويه ايماءات ذكيه جدا هتخليك ما تستخدمش الموبايل خالص وانت لابسها. فلو سحبت لفوق هتعلي الصوت، لو سحبت لتحت هتوطي الصوت، ولو ضغطت ضغطتين هترد على المكالمات اللي بتجيلك او تنهيها، ولو ضغطت 3 ضغطات هتجيب الملف اللي قبل كده او الملف اللي بعد كده. سهله مش كده؟ وكمان الميكروفونات بتاعت السماعه دي قويه جدا، لان فيها 3 ميكروفونات متوزعين بشكل احترافي، هيخليك وانت بتتكلم مع اي حد في مكالمه مثلا مش هيحس اللحظه ان انت بتكلمه عن طريق سماعه. فالملخص بقى بتاع الفيديو ده ان الصوت بتاع السماعه دي عظيم جدا، وعزل الضوضاء اللي فيها احترافي وهيخليك منعزل تماما عن البيئه اللي انت فيها وهيعيشك في عالم تاني، والبطاريه بتاعتها قويه وهتعيش معاك لفترات طويله فمش هتواجه اي مشكله في النقطه دي، والسماعه نفسها خفيفه جدا. وكمان بيجي معاها تطبيق بيخليك تتحكم في كل تفصيله في السماعه دي على حسب مزاجك وعلى حسب تفضيلاتك. السماعه دي هي الهواوي فري بادز 6 اي، وسعرها زي ما هو ظاهر قدامك كده، وتقدر ان انت تشتريها من اي متجر اونلاين. ما تنساش بقى ان انت تقول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتك في السماعه دي، وما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع اصحابك وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل جديد.